السلام عليكم، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من حلقات مطبخ اسماء وسلمى. هنعمل مع بعض النهارده اكله يعشقها كل المصريين، خصوصا في العيد الكبير. سهله وبسيطه وجميله قوي. هنعمل فته باللحمه بتركات مطبخ اسماء وسلمى. اول حاجه هجهزها اللحمه، طبعا لازم يبقى فيها تركات كده وشوربه تبقى جميله عشان الفته تبقى حلوه. جبت حله معايا، حطيت فيها شويه زيت، سخنتهم كويس على نار عاليه، وهبدا اشوح اللحمه بتاعتي بقى في الزيت كده. احط عليهم الحبهان والقرنفل والتوابل بتاعتي، اخلطها كلها على بعض، الفلفل الاسمر والزنجبيل والقرفه. حطيت شويه من التوابل، خدت نص الكميه كده، وهبدا بقى اشوح اللحمه بتاعتي كده عشان اقفل الانسجه بتاعتها واخليها ما تنزلش الميه اللي فيها والمعادن اللي موجوده فيها، واقلبها بقى بالشكل دوت تقليبه واحده كده. اقلبها كده، ايوه بالشكل دوت. طبعا انا جايبه مع اللحمه ماسوره، هبدا اشوح الماسوره بقى مع اللحمه، ومطلعه النخاع اللي موجود في الماسوره عشان اشوحه في اللحمه بتاعتي. ايوه بالشكل دوت كده. حطيته بقى اشوح كله ببعضه، ومعايا طماطمايه وبصلايه انا هضربهم في الخلاط بباقي التوابل اللي كانت معايا عشان اشوح برضو بعد التشويحه الاولانيه. اشوحهم بقى بالطماطمايه وبالمرته اللي انا عاملاها ديت، والبصلايه بتدي ريحه جميله قوي. هبدا اشوح الماسوره واللحمه والنخاع كله ببعضه كده 5 دقايق، ايوه بالشكل دوت، لحد ما البصل ينزل الميه بتاعته وتنشف خالص. الريحه بقى في المرحله ديت مش عايزه اقول لكم خرافه. هبدا احط عليها بقى الميه اللي بتغلي عشان تستوي معايا بسرعه. ايوه انا سبتها بقى لمده ساعه كده تستوي مع نفسها، وهبدا اجهز العيش بقى بتاع الفته. ده عيش بلدي، هبدا اقطعه كده بالشكل ده مكعبات كده وسط، ما يبقاش صغير عشان ما يتحرقش مني. بالشكل دوت انا بحب انشف العيش بتاع الفته في الفرن من غير ما احط عليه اي ماده دهنيه خالص، ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه خالص. انا بحطه بس، افتح الشوايه وافتح الفرن من فوق ومن تحت كده، واسيبه يتحمص من غير اي حاجه خالص عشان الفته بتاعتي تبقى خفيفه ما تبقاش تقيله. عايزين نعمل طبق فته كده يكون مفيد ومغذي وفي نفس الوقت ما يبقاش دسم، فمش هحط عليها اي ماده دهنيه خالص. انا قطعت العيش بتاعي دلوقتي اهوت، احطه بقى في الفرن بالشكل دوت. ولعت من فوق ومن تحت بس، ولما بيطلع بحط عليه شويه ملح كده، بملحه حاجه بسيطه وخلاص، مش هحط عليه اي حاجه تاني. بالشكل دوت هو اصبح العيش بتاعي جاهز. هبدا اعمل الصلصه بقى بتاعتي، صلصه بالخل وبالثوم، معلقه سمنه وشويه زيت. هسيح السمنه كده مع الزيت، وابدا بقى احمر الثوم بتاعي. مش عايزه احمر الثوم قوي، انا عايزه بس لونه يصفر كده عشان صلصه الخل بتاعتي ديت ما تمررش ويبقى طعمها وحش. احط شويه خل بقى بعد ما الثوم اصفر كده بالشكل دوت، واحط الطماطم بتاعتي اللي معايا واسيبها بقى على نار هاديه. حطيت كده سنه شطه صغيرين، دي اختياري عشان صلصه الخل دي تبقى مشطشطه شويه بالشكل ده. دلوقتي هي حطيت لها الملح بقى بعد ما اتسبكت خالص. هبدا احط عليها شويه شوربه كده بحيث ان الصلصه بتاعتي يعني تبقى سايله شويه واقدر اتحكم فيها بالشكل ده. صلصه الخل بتاعتي جاهزه. هبدا بقى اعمل الرز، دي المرحله الاخيره في الفته. هبدا اعمل الرز عادي، بفلفل الرز كده، بشوحه شويه في شويه زيت سخنين بالشكل دوت عشان الرز بتاعي يبقى مفلفل مش معجن بالشكل دوت. وهحط حبهانية، انا مجهزه حبهانية كده عشان ريحه الرز تبقى حلوه. هطلع قلب الحبهانية اشوح الرز بيها، ده بيخلي طعم الرز خرافه بصراحه. في المرحله ديت بتبقى ريحه الرز جميله قوي وليه نكهه خاصه كده. احط عليه بقى شويه ميه مغليين، ايوه الميه المناسبه، واسيبه بقى على نار كده عاليه لحد ما ينشف، وبعدين ابدا اوطي عليه النار كده. الرز بتاعي بقى هيستوي على نار هاديه خلاص. في المرحله دي استوى، وبعد حطيت له الملح وظبطت له كل حاجه. ايوه هبدا بقى اشوح اللحمه بتاعتي بعد ما استوت. اللحمه بتاعتي بعد ما استوت بقى اشوحها في شويه سمنه بلدي كده مع شويه زيت، وارش عليهم شويه ملح وفلفل اسمر، بتدي بقى نكهه جميله قوي للحمه بالشكل ده كده. مش عايزه احرقها قوي يعني، بس تحمر كده تاخد اللون الاحمر بتاعي بالشكل ده. ايوه كده كل حاجه في الفته بقت جاهزه بقى. هنبدا نعمل الطبقات بتاعتنا مع بعض بقى واحده واحده، وهوريكم بقى الطبقات بتاعتنا ازاي. نحط شويه عيش، طبعا عيش بلدي غني بفيتامين بي 2 وزنك.
اول طبقه كده من الطبقات بتاعتي. انا بقى عملت طبق صغير كده على قدي انا وسلمى. هنحط بقى الطبقه التانية الرز اللي كله كالسيوم وحديد والياف وكربوهيدرات. ايوه بالشكل دوت كده، وبضغط بايدي كده بالمعلقه اللي معايا ديت، بضغط بيها كده عشان الرز يمسك كده في العيش. ايوه بالشكل دوت كده عشان مفيش حاجه تقع من الطبق ويبقى شكل الطبق كويس. هبدا احط بقى الشوربه بتاعتي. ايوه شوربه النخاع اللي موجوده معايا باللحمه ديت، ريحتها رائعه جميله الشوربه بتاعتنا المميزه. احط بقى طبقه اللحمه اللي كلها حديد وزنك. ايوه بالشكل دوت كده. وهبدأ بقى احط كمان صلصة الثوم بالخل، الصلصة اللي كلها الياف عشان نظبط بقى امتصاص السكر في الدم وننزل الكوليسترول الضار، والثوم عشان نقوي المناعة، والخل بقى عشان نقضي على الالتهابات. ايوه بالشكل ده كده الطبق بتاعنا اصبح جاهز بالشكل الرائع الجميل دوت. لو عجبتكم الوصفة بتاعتنا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفة جديدة من وصفات مطبخ أسماء وسلمى. ما تنسوش تتابعونا على صفحة الفيسبوك، هسيب لكم اللينك في أول تعليق، ونتقابل على خير.